وعمال غرف الملابس معانا، وكل الناس دي ليها دور كبير جدا زيهم. وكابتن ابراهيم لو ما عملش النظام واوجد النظام والاحترام المتبادل بين كل عناصر اللعبه، ما بين سواء مثلث الاداره واللاعبين والجهاز، ثم طبعا الاخوه الاعلاميين، التنظيم بتاعه بشكل محترم، اللاعبين عارفين دورهم ما ليهم وما عليهم خلال المعسكر وخلال داخل الملعب وخلال الماتشات وفي التمرين، في نظام يمكن حضرتك ما حسيتوا بيه. في كل الكلام ده زي ما انا قلت في الاول تاني، في حاجه اسمها بالاسباب، ومن ضمن الاسباب لازم يكون عندك نظام في كل مجتمع او في كل مجال، او حتى في شركه، في بلد، في وزاره، لازم يكون في نظام. لو ما فيش نظام في المنظومه تبقى هتفشل. فهو ده اللي بيحصل، احنا اللي ماشيين عليه من خلال الكابتن ابراهيم والجهاز كله. الحاله الثانيه اللي هي